السلام عليكم الإخوان والأخوات، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم 18/10/2025، ورسميا تصادق على قانون المالية 2026. في هذا الفيديو غادي نعرفوا بالتفصيل الأشياء الجديدة اللي كاينة في المساعدات، التعديلات اللي غتكون في ليزاي بونص للأمهات العاملات، وكذلك السلام الضريبي، بالإضافة إلى أشياء أخرى أو مساعدات أخرى اللي غادي تكون السنة الجاية. بالنسبة للموضوع الثاني غادي نتعرفوا على اقتراح اللي داروا سالفيني اللي كيتعلق بالبرميسو دي سوجورنو. اليوم رئيسة الحكومة ميلوني والوزراء داروا ندوة صحفية وشرحوا فيها الأشياء اللي جات بها المانوفر، الأشياء الجديدة اللي غادي تكون هاد السنة. من بين الأشياء اللي غادي تكون هاد السنة وهو الزيادة في البونص ديال الأمهات العاملات. البونص الأمهات العاملات اللي كاين هاد السنة، ولكن الجديد اللي غادي يكون السنة الجاية وهو أن غادي يزيدوا في هذا البونص. هذا البونص ديال الامهات العاملات، يعني اما كانت الام عامله او عندها عقد عمل ديترميناتو او انتيمبو انديترميناتو. كذلك هذه السنه زادوا حتى بالنسبه للامهات اللي عندهم شركات، يعني اللي خدامين ببارتيتا ايفا، ولكن هنا كيخرجوا الناس او الامهات اللي خدامين بارتيتا ايفا ريجيمي فورفيتاري. وبالنسبه للبونص لهذه السنه كيوصل 40 اورو شهريا، يعني تقريبا 480 اورو سنويا، طلعوه حتى 60 اورو. يعني الام العامله غادي تقدر تستافد حتى ل 700 اورو في السنه. بالنسبه لهذا البونص عنده مجموعه من الشروط، ومن بين الشروط هي أن الأم يكون عندها على الأقل 2 الأطفال، والصغير فيهم يكون عنده أقل من 10 سنوات. يعني إلا كانوا غير 2 الأطفال والطفل الصغير عنده أكثر من 10 سنوات فما كتكونش الاستفادة من هذا البونص. في حالة كانت الأم عندها 3 ديال الأبناء فغتستافد وتبقى تستافد من هذا البونص حتى الولد الصغير يدير 18 سنة. بالنسبة كي قلت لهذه السنة غادي يكون غادي يزيدوا، أو السنة الجاية غادي يزيدوا 20 أورو في الشهر. بالنسبه للاستفاده فغتكون من عند او طالب كيدار عند رب العمل، يعني كتكون لي ديتراسيوني هو السكونتو، واحد السكونتو على الضرائب، يعني ماشي فعليا بونص او مبلغ مالي، ولكن كينقصوا الامهات العاملات من الضرائب. وكي قلت ان الداتوري دي لافولو او رب العمل هو اللي كيقوم بهذا العمليه. كتديكلاري الام بان عندها 2 الاطفال او 3 وكتعمر شي ورقه. يعني هذا المساله او هذا القانون كاين هذه السنه، كانت السنه اللي فاتت. غير الاختلاف اللي غيكون كي قلت في الاول انا السنه الجايه غادي يكون اكثر. بالنسبه للمساله الثانيه او الجديده اللي غتكون هذه السنه هي ماشي جديده، وهو تمويل مره اخرى كارتا سبيزا. كارتا سبيزا اللي كيكون المبلغ ديالها حتى 500 اورو. فاليوم صرحت ميلوني بانهم خصوا واحد المبلغ لهذا الغرض. اما من بونص اللي غيبقاو السنه الجايه، يعني كاينين هاد السنه وغادي يبقاو، هو الكونجي دو بارينتالي. الكونجي دو بارينتالي هو ديك العطله اللي تتاخذها اما الام العامله حديثه الولاده او الاب اللي كيكون عنده طفل اللي تزاد اما 2025 او ابتداء من 2025، وحتى بالنسبه الولادات اللي او الاطفال اللي غيتزادوا في 2026 كيستافد عليهم الام او الاب ب 80% على الخلصه ديالو. ومن بعد دوك 3 شهور كيولي لا بغى يبقى جالس او تبقى جالسه في الدار فكتولي تستافد ب 30%. يعني الكونجي دو بارينتالي لهاد السنه والسنه الجايه غيكون 80% لمده 3 ديال الاشهر. فالعطله ديال الاب والام الام كيكون المده ديالها 6 شهور الا كان غير واحد فيهم خدام، كانوا بزوج خدامين فالعطله كتوصل حتى ل 9 شهور. فكي قلت اللي تزادوا في 2025 واللي غيتزادوا في 2026 والديهم يقدروا يستافدوا عليهم في 3 شهور بنسبة 80%، اللي هاد المسألة اللي ما كانتش في السنوات اللي قبل. بالنسبة للبونص الآخر اللي غيبقى دائما وبنفس الطريقة هو البونص نيدو. الناس اللي عندهم ليزا أقل من 40 ألف أورو فكي ياخدوا الريمبورسو ديال لي راتي ديال لازيلو نيدو اللي كتوصل حتى ل 3500
في السنة. أما الجديد اللي غيكون السنة الجاية وهو تعديل في طريقة الحساب ديال ليزي، غادي يخرجوا ديك البيت الرئيسي أو لا بريما كازا من الحساب ديال ليزي. كنعرفوا أن في ليزي كتدخل لا رينديتا كاتاستالي ديال المنزل الرئيسي اليوم، وكيف صرحت ميلوني قالت بأن البيت الرئيسي أو المنزل الرئيسي غادي يحيدوه من ليزي، ما غيبقاش محسوب. اش كيعني هذا؟ كيعني بان ليزي غيولي هابط شويه، يعني لحيدو كثر لا كانت لا رينديتا كاتاستالي ديال البيت طالعه فكتاثر غتاثر يعني ايجابيا على ليزي. وهذه مساله اللي غادي تطبق كي قلت ان كل شيء هادشي تصادق عليه، لذلك داروا الندوه الصحفيه واللي شرحوا فيها مجموعه من الاشياء. وكاين وزير الاقتصاد جورجيتي اللي هو شرح المسائل الخاصه بالقطاع الاقتصادي. بالنسبه للاشياء الاخرى او مساله اخرى اللي كتعلق بالناس اللي كتسالهم الدوله ديون، فغادي يستافدوا من السلام الضريبي، خاصة بالنسبة للناس اللي داروا ديكلاراسيون دي ريديتي وما قدروش يخلصوا الضرائب ابتداء من 2023. فالجديد ديال هذا السلام الضريبي واللي هو مختلف على السنوات اللي قبل، كنعرفوا ان العام الاول والعام اللي قبل كان دائما كيديروا لا روتاماسيوني، ولكن كيف صرح الوزير قال بانهم ما قدروش يسترجعوا بعض يعني الديون، يعني الناس واخا داروا لهم هاد لي روتاماسيوني ما قدروش يخلصوا. دابا الجديد ديال هاد المره انهم يساعدوا الناس او يشجعوهم باش يقدروا يخلصوا اراطي حتى لمده حتى اللي كتوصل 9 سنين، يعني اللي عنده ديون عنده الحق انه يخلص لمده 9 ديال السنين ديال الاعوام عفوا. فالوزير كيقال ان هذه المساله بحال الموت، يعني بحال الكريدي ديال الدار كيخلصوا كتكون مده طويله وكيخلص الشخص بشويه بشويه، ولكن كاين الحد الاقصى ديال لاراطا. هو ما قالش لهم بالضبط المبلغ، ولكن قال لهم ما غيكونش تحت من 100 اورو في الشهر. يعني الناس اللي عندهم مبالغ كبيره وقسموها على 9 ديال السنين ما عندهمش الحق انهم يخلصوا قل من 100 اورو، يعني كيف اللي كان عنده ديون كبيره ولا ديون صغيره. هذا هو السلام الضريبي او الاختلاف ما بين هاد لا روتاماسيوني وما بين لا روتاماسيوني ديال السنوات اللي فاتت. بالنسبه لهذا السلام الضريبي غادي يخلصوا ما غيخلصوش الناس دوك لي زانتير اللي كديرهم لا ايكويتاليا او لا جنسيه ديال الانتراتي، ولكن يخلصوا غير لي زانتيري على المبلغ بحال اللي كيخلصوا كريدي ديال الدار. يعني كاينه دائما نسبه مئويه اللي خص الواحد يخلصها. اما دوك الضرائب او اللي كدوبلو داك المبلغ اللي كتزيد الايكويتاليا ولا الجنسيه ديال الانترات اللي كيكون بعض المرات واحد المبلغ اللي مبالغ فيه، هذاك ما غيبقاش غيحيدوه. لهذا فهذا يعني الناس اللي باغا تخلص الديون ديالها فتقدر تعمل هذه الطريقه وتخلص اراطي. وكالعادة لاليغا خرجت باقتراح نظام جديد، نظام ديال النقط، وهذه المرة ماشي للكبار ولكن للأطفال الأجانب اللي هما في سن 14 سنة وما فوق. هذا النظام غيكون بحال رخصة السياقة بالنقاط، كل واحد كيتعطى ليه واحد العدد معين ديال النقاط في الأول ملي يلاه كياخد البرميسو دي سوجورنو. وهاد النقاط كتقدر طبعا كتنقص ولا كتزاد على حسب السلوك ديال الطفل او ديال الشاب. اشنا هما الحوايج اللي غادي يجيبوا النقاط في وذلك يعني طبقا للمقترح اللي جابيه سالفيني، وهو ان الشخص او المراهق يقدر يحصل على نقاط اذا كان الحضور ديالو منتظم في المدرسه، يعني كيمشي المدرسه كيقرا، خاصه الاطفال اللي عندهم 14 سنه. بالنسبه للمساله الاخرى المشاركه في الدورات ديال اللغه الايطاليه، وهنا كندويو على
يعني الشباب اللي كيجيو بالتحمل العائلي كيجيو كبيبرين ما كيدخلوش المدرسه، خصهم ضروري يكونوا دايرين دورات في اللغه، وهذا كيعطيهم نقاط. مساله اخرى هي انشطه اللي في المدينه او العماله اللي كيسكن فيها الشاب، هذا لان المشاركه في الانشطه بالنسبه للاقتراح ديال القانون هو معناه الاندماج في المجتمع. الحاجات اللي او الحوايج اللي يقدروا انهم ينقصوا فيهم النقاط هي طبعا اي مخالفه للقوانين او سلوك اللي هو مرفوض، مثلا الامتناع عن الحضور المدرسه بانتظام او التخلف او يعني تعطال بلا سبب او بلا عذر مقبول. اذا كان الشاب يعني مريض او عنده شي عذر اللي خلاه انه ما يحضرش او يتغيب او ما يجيش، فهذا ما كيأثرش ليه على النقاط. ولكن بالنسبه للدراري اللي يتغيبوا بدون سبب ولمده اطول فهذا او متكرره او مرات متكرره، فهذا غيأثر على النقاط. اش كيعني؟ ان الطفل او الشاب بقى كينقصوا ليه النقاط توصل صفر، ما بقات عنده حتى نقطه. اش يديروا في هذه الحاله؟ هذه الحاله كيسحبوا ليه تصريح الاقامه او البرميسو دي سوجورنو وكيرحلوه من ايطاليا. فبالنسبه لهذه المساله الى دارت هذا اقتراح كي قلت ديال لا ليغا، لانهم دائما كيقلبوا على شي حاجه باش يضايقوا على المهاجر، هو ان هذا الاقتراح يعني هو صعب التطبيق ديالو، لان هنايا كيخرجوا على الحقوق ديال الطفل، لان كنهضروا على اطفال قاصرين، لان دراري صغار كنعرفوا لحد اليوم هما محميين بالقانون ديال الطفوله، في لانهم عندهم الحق ما كيطردوش كيف كنعرفوا، كيبقاو في ايطاليا حتى كيوصلوا 18 سنه. عند هذاك الشيء هذيك الساعه كيشوفوا على حسب تصرفات السلوك ديالو، واش قرا واش اندمج واش خدام ومجموعه من الاشياء اخرى. اما لحد اليوم فقبل من 18 سنه اي طفل او اي شاب قاصر عنده الحق انه ياخذ الاقامه ويبقى هنا في ايطاليا. لهذا فكنظن ان هذا الاقتراح هو ما غتصادقوش عليه يعني، وغتكون معارضه قويه الى الطرح امام البرلمان، لانها مسائل غير قانونيه، لان هذا القانون او هذا الاقتراح هو مساله غير قانونيه اللي فيها لا ديسكريميناسيوني للقاصرين. القاصر هو ضروري يكون عنده حمايه، كيف كان سلوكه في المدرسه ماشي هو هذا، كيف تعطل، كيف كان تغيب، كيف ما مشاش المدرسه، الا كانت شي يعني الا ارتكب شي جرائم اللي كتكون صعيبه، وهذيك الساعه كيدوه الاصلاحيه يعني ما كيترحلش، كيطرحلو البالغين. فكنتمنى انكم تكونوا تستفدتوا من الفيديو ديال اليوم او من المواضيع ديال اليوم. ما تنسوش خلوا لايك للفيديو، والناس اللي كيشوفوا القناه لاول مره تشاركوا بالقناه وفعلوا الجرس، وكتبوا لي لتحت شنو هو رايكم في هذا القانون، وكذلك في قانون الماليه وفي الاشياء في ليزا اللي يحيدوا منه البيت الرئيسي. بالنسبه للسلام الضريبي، الناس اللي عندهم ضرائب، وكنعرف كاينه مجموعه من الناس اللي باقيين ما قدروش انهم يخلصوا الضرائب ديالهم، ونعرفوا خاصهم يعرفوا ان هاد الديون ماشي الضرائب، الديون فكتاثر على مجموعه من الاشياء خاصه على الجنسيه. كنتمنى انكم كي قلت ديروا لايك، وشكرا على المشاهده، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.